النهارده هتكلم عن موضوع غير اللي بتكلم فيه. اصل ما ينفعش اكون عرفت محل زي ده وما اتكلمش عنه. ابو الخير. انا اول ما جيت كنت مفكره ان هو غالي بصراحه، بس اول ما دخلت وعرفت الاسعار انبهرت. هنا هتتعرف بالتفصيل على كل المنتجات الموجودة، وهتطلع معمر بيتك بكل حاجة. وليه فروع في كل مكان في القاهرة، في مدينة نصر، المقطم، المعادي، حدائق الأهرام، المهندسين، الشيخ زايد، هايبر وان الشيخ زايد، وفي الغردقة وأسيوط كمان. النهاردة بصور لكم في فرع مساكن شيراتون مصر الجديدة. واول حاجه لازم افرجكم عليها هي الجبن. في البدايه عندنا دي الجبنه اللي عندكم، هي الجبنه البراميلي المصري. تمام. عندنا منها صنفين، عندنا اللي بالفلفل بتبقى حادقه شويه وحاره، والعاديه الثانيه. تمام. نيجي بقى على الجبن العاديه، عندنا الفيتا الطبيعي دي بتبقى حادقه سنه قليله، وفي الاسطنبولي من غير الملح خالص. تمام. دي بتبقى دلع. اسعارها الكيلو تقريبا 170 175 180. عندنا هنا القريش، ده القريش المصري، ده وده. الفرق بين ده وده، ده محطوط بالزعتر البري. تمام. متبل من بره بالزعتر البري، عارفين طبعا القريش المصري. في عندنا هنا الجبنه المجدوله. تمام. دي حاجه سوريه، في منها نوعين، المفروده ودي مجدله، تبقى زيها هي الملح بتاعها قليل، بتتاكل على طول. دي الاسعار نفس اسعار دي 180. يجي بقى الجبنه البلدي والجبنه العكاوي المالحه. تمام. دي بتبقى الملاحه بتاعتها عاليه سنه، لازم نغليها قبل ما ناكلها. تمام. نيجي على اللبنه، عندنا لبنه عربي مع الزعتر، وعندنا لبنه عاديه، دي بقري ودي ماعز. في عندنا الحمص بقى اللي عارفينه طبعا، احنا بنقول له المسبحه. في بقى الجبنه اللي هي دي المسنره الحلبيه. تمام. دي اسمها نابلسيه، دي قبل ما تتاكل ممكن تتغلى مثلا ب5 دقائق عشان تطرى معانا وتلين. تمام. في هنا الجبنه الحلوم، دي بتشتغل معانا شغل الموزاريلا، ممكن تشط معانا شويه وتمد، ممكن نحطها على البيتزا، على المعجنات، الحاجات اللي زي كده هتبقى حلوه جدا. ودي الجبنه المفروده اللي سبق واتكلمنا معاها. اتفضلي على الثلاجه الثانيه. عندنا بقى هنا الجبن الكيري، الجبن مطبوخه. عندك صوص شيدر، كيري بالشيدر، كيري باللانشون والذره، كيري بالقشطه، كيري بالبسطرمه، وهي المورتا المصريه، هوت تشيز اللي هي مش سبايسي. تمام. عندنا هنا ورق العنب اللي هو يالنجي، بتاكل سقع، محشي رز وخضروات، بيطبخ بزيت زيتون وبزيت رمان، ده بيتاكل سقع مقبلات. في عندنا التبوله برضو. في عندنا المحمره اللي هي عباره عن هريسه بارده وعين جمل، برغل ناعم وزيت زيتون، دي برضو مقبلات. عندنا التوميه، وفي الهريسه البارده، وده المكدوس اللي هو محشي هريسه بارده وعين جمل، ودي لبنه كامله الدسم بالزيت، زيت الزيتون. هنا اول حاجه المربات، مربى ورد، هو حاجه غريبه شويه يعني تقريبا. وعندنا مربى توت، ومربى فراوله، وكريز، مشمش ولارنج. طبعا المربى بيبقى قطع مش بس صوص. في عندنا اللي هو خيار الامريكي، ده كله شغلنا مواد طبيعيه، ما فيهاش مواد حافظه ولا اي حاجه من مواد حافظه. زيتون مكلس اللي هو بقى دلع خالص من غير ملح للبيتزا، صلصه بيتزا. وفي عندنا زيتون عطون، زيتون سوري، في زيتون تفاحي اسباني، زيتون حلبي، زيتون مشوي، ده بيبقى مشوي على الجريل. في عندنا الزيتون مخلي ساده، زيتون مخلي محشي بانواعه، محشي جزر، محشي فلفل بارد، محشي زعتر، زيتون دولسي اسباني، اخضر واسود. عندنا زيتون سلقيني سوري، ده بيبقى ملح خفيف سنه، وده الحلبي السوري. اسعارها تقريبا يعني عندنا الدولسي الاسباني ده 65، في المخلي 87، المشوي 120، عندك ده السوري 125. طبعا ده احلى حاجه تقريبا فيهم. بالظبط. دي الحاجات المفضله عندي. هي ده الزيتون السوري سلقيني، وده زهره حلب اسمه حلبي اخضر. وعندنا برضو زيت الزيتون، برضو انتاجنا زيت زيتون معصور على البارد، بكر ممتاز، ده نص لتر عامل 128، ده لتر عامل 235، وده بيبقى عبوه ازاز بتبقى 255. فرق بس انه ازاز ودي بلاستيك. تمام. وفي عندنا الصفيح هي 2 كيلو 400 جرام، ودي 4 كيلو، دي عامله تقريبا 3 لتر، ودي عامله تقريبا 5 لتر. طبعا دي اوفر من اللتر، يعني دي صفيح ال4 كيلو تقريبا عامله 840، و2 كيلو 400 جرام عامله 560. وفي عندنا بقى المربات اللي هي زي السايب، بس دي بتبقى مطربانات.
وعندنا هنا وايت شوكليت، لوتس، ونوتيلا، برضه كله شغلنا وما فيهاش مواد حافظه. 110 واللوتس 175. وهندخل دلوقتي على قسم المثلجات، يلا بينا. هنا الحاجات الفروزن الجاهزة على القلي أو على التسوية. في حاجات على التشويح فورا زي مثلا شاورما فراخ، شاورما فراخ جاهزة على التشويح. في الفاهيتا دي فراخ تكون سبايسي لمحبين السبايسي طبعا. وفي حاجات شيش طاووق مثلا. في حاجات جاهزة على القلي زي الكوردون بلو، ده الحاجة الأكثر طلبا الصراحة. الكوردون بلو هلا الحاجات متفاوتة بين ال 130 وال 160 حسب كل طبق له سعر. تمام. يعني المشوي قول لي ده سعر مثلا الفاهيتا والشاورما، مثلا الفاهيتا ب 145، الشاورما ب 150، حاجات تقريبا كده نص كيلو كل الحاجات دي نص كيلو الفراخ. طبعا في التشيكن رول، في الناجتس، في حاجات الستريبس كثير حلو على فكره. الكريسبي والزنجر. الزنجر بيكون سبايسي سنه صغيره. بكام؟ ب 160 او 165. وده الكريسبي نفسه بس مش سبايسي. ده برجر رول سعره؟ بتعملي على الجريل. البرجر الفراخ تقريبا عامل شيء 130. وكم قطعه؟ ده فيه 5 قطع. نص كيلو برضه نص كيلو تماما. في الميكس تشيز عشان البيتزا، موزاريلا وتشيدر ورومي. في الجبنه الرومي المبشوره حلوم بني زي الموزاريلا ستيكس جاهزه فورا على القلي. دي الحلوم البني عامله 120. والجبنه الموزاريلا الميكس تشيز ب 125 والرومي ب 95. نص كيلو؟ لا دول الحاجات 300 جرام. 300 تمام. السمبوسك بجميع انواعه. في سمبوسك بالجبنه هو الشيء الاساسي طبعا. دول سعره كام وكم قطعه؟ كله السمبوسك كله 10 قطع. تمام. السمبوسك بشكل عام 10 قطع. لا سمبوسك الجبنه عامل 82 مثلا. في عندك السمبوسك اللحمه كمان، اللحمه حلو، اللحمه ب 94. وفي حاجات مثلا صبانغ، حاجات نباتي عرفت كيف؟ سمبوسك صبانغ، وفي سمبوسك بالزيتون والفلفل بيكون. وهنا الكوبيبه والموزاريلا طبعا. اول شيء في الموزاريلا كم كيلو؟ في كيلو وفي نص كيلو. الكيلو ب 138 والنص كيلو ب 70. هنا طبعا الكوبيبه السوريه ما بدي شرح، لا غنى عنها يعني. في ساده، تيجي ساده كوبيبه ساده محشيه لحمه بس بكام؟ ب 145. وفي حجمين صغير وكبير. وفي الكوبيبه بعين اللحمه مع عين جمل يعني عامله 165. في كوبيبه مع صنوبر دي طبعا توب، ده ب 180. طبعا دي بتيجي حجم واحد فيه 12 قطعه طبق. قطعه كبيره. في قطعه صغيره بس ما كوبيبه صنوبر، كوبيبه عاديه مثلا، او دي كوبيبه صغيره مش كثير باينه فيها 18 حبه. بكام؟ 145. الساده ب 145 سواء كانت كبيره او صغيره. تمام. والعين الجمل ب 165 والصنوبر ب 180 بغض النظر مقاس تمام. وفي ورق العنب. ورق العنب ده المحشي السوري جاهز على الطبخ. لا غير ده، ده الورق العنب المحشي جاهز على الطبخ، فروزن جاهز على الطبخ فورا. ده كيلو، ده بس حطيه بالحله واطلقه فورا. تمام. بكام بقى؟ ده ب 185 او 180 بالتحديد يعني 180. ده كيلو كيلو كامل. وهنا في حاجات اللي عندك البقاله زي الرز بسمتي الهندي طبعا. في ابيض وفي ذهبي ب 85 الكيلو. كيلو ده كله كيلو. هنا في ده الفريك التركي نخب اول مبين من شكله 170 الكيلو. في البرغل الناعم، البرغل العمقي. في الزعتر، عندك الزعتر هون الزعتر السوري احمر، ده فيه سماء بكون مزز شوي. في الاخضر اخف وحلو كثير. ده الربع كيلو عامل 35 والنص كيلو عامل 55. في الزعتر البيتي. ده زعتر بيتي ده نص كيلو عامل 80. ده الزعتر البيتي الحلبي بالتحديد يعني. اليمامه دبس رمان وماء زهر وخل تفاح. في عندك البن ابو الخير كمان، ده علب جاهزه كل واحده بتكون 200 جرام. في بن فاتح ساده وفاتح محوق ووسط ساده ووسط محوق، من كل يعني حاجه ساده ومحوق. اللي محوق ب 130 والساده ب 120. وده عباره عن كم كيلو؟ ده 200 جرام. في طبعا العلب دي معبأه جاهزه يعني. وفي عندنا قسم سايب بنعبي بالربع النص اللي انتم عايزينه. سايب نحن بنطحنه فورا مباشره يعني، وبنحوقه بالشكل اللي بدكم. توابل هن توابل ابو الخير كمان، ده شغلنا التوابل.
من المصنع من عنا. وندخل بقى على الحلويات الشرقيه، يلا بينا. اهلا وسهلا. في عندنا اصناف الكنافه والبقلاوه، البسبوسه. في عندنا برضو الحاجات النواشف زي البرازه والمعمول. في عندنا الكنافه بالمكسرات بقى فيها، دي سعرها بقى 450. تمام. في عندنا كنافه ساده صوابع، دي بتبقى صيامي دي. في عندنا برضو جلاش كده بالفستق. في عندنا كنافه بالقشطه والفستق 280. تمام. في برضو عندنا كنافه بالفستق، دي بتبقى فستق وكنافه، دي سعرها 480. كنافه بيضه بالماء ورد، ودي كنافه برضو دي اسمها بلوريه، دي الكيلو عامل 800. دي عشان الكنافه يعني نوع تقيل والفستق حلبي. تمام. في عندنا برضو بقلاوات. في البقلاوه دي اسمها بقلاوه اسيه، دي عسل نحل طبيعي، دي الكيلو عامل 750. في عندنا برضو البقلاوه التركي، عسلها مظبوط برضو، دي فستق محشيه فستق مبشور ناعم. برضو عندنا الجلاش اللي بالفستق، فستق صحيح. في جلاش بالكاجو، في جلاش بالفستق المحمص، فستق كاجو ونيوتيلا، دي ب 350 والفستق 440. نيوتيلا عامل كيلو ب 220 برضو. البسبوسه ب 120. جلاش بالكاجو ايه رايك؟ في برضو الكول وشكور، اسمها دي كول وشكور، دي جلاش ومحشيه فستق مبشور برضو، دي عامله 600، دي 380. في برضو عندنا الكنافه البورما، دي ب 850 البورما برضو علشان فستق حلبي. عندنا برضو الحلاوه الجبن، العجينه دي سميد وجبنه وماء ورد ومحشيه قشطه وبنحط عليها شربات برضو، دي الكيلو عامل 200. في هريسه اللوز وهريسه المكسرات، دي ب 150، دي 275، دي علشان فيها مكسرات فستق ولوز وكاجو، دي عليها لوز بس. هنا النواشف غريبه معمول على الطريقه السوريه، دي بعمل كيلو ب 120. الطبق ده عامل نص كيلو. عندنا المعمول العجوه، الكيلو عامل 290. عندنا برضو البرازه بالسمسم، الكيلو عامل 290 برضو. اما بقى الناس اللي بتحب التسليه، ندخل على اجمد حاجه مسليه. اول شيء بدي اشرح لك على الفستق اللي موجود عندنا. في الفستق الايراني والحلبي طبعا. اوكي رح اقول لك الاسعار اكيد، بس كمان في بالايراني في مملح وفي بليمون، والحلبي في ملح وفي ليمون كمان. جربي مثلا ده الفستق الايراني المالح، هذا الكيلو ب 640 والحلبي ب 730. الحلبي اغلى طبعا كطعم احلى بالحلبي. في البيكان، في بيكان عادي وبيكان مدخن. البيكان هو نوع من انواع عين الجمل طبعا، بس في فرق كبير بالطعم بينه وبين عين الجمل العادي. شوف الفرق وقولي لي. فرق كبير. حاجه ثانيه خالص. حتى هو اغلى الصراحه، اغلى بكثير يعني من عين الجمل. لا هذا الكيلو ب 1100. اما عين الجمل العادي مثلا، عين الجمل العادي الكيلو ب 440. وهنا في عندنا الكاجو، كاجو المملح العادي وكاجو مدخن وكاجو بجبنه فليفرز يعني. لوز بليمون من غير ملح، هذا هيلسي. هون في البندق والمكاديميا. البندق ب 475، المكاديميا ب 1400. هلا المكاديميا هي نوع من انواع الناتس، بس قريبه بتحسيها شوي قريبه من البندق، هو نوع من انواع البندق الاسترالي، بس حاجه ثانيه غير البندق كمان، حاجه غريبه شوي. وفي الميكس اللي عايز ياخذ ميكس جاهز فورا، مثلا في مملح، ميكس مملح، وفي ميكس محمص بالليمون من غير ملح او ملح خفيف جدا. ده الكيلو ب 575 عفوا 575. في عندك المشكل الاكسترا هو اللي فيه المكاديميا والبيكان، ده اغلى طبعا عشانهم، ده الكيلو ب 750. هنا في الحمص الشامي غير الحمص المصري على فكره. جربي ده بتلاقيه ده كبير شوي، هو كده عادي تسالي يعني. ده غير الحمص المصري بتلاقيه ناشف، ده لا ده طري كتير وخفيف. ده الكيلو مثلا عامل 130، الحمص ب 200.
هنا عندك اللب اللي مقشر، ايوه لب مقشر بنكهات، ده عشان الواحد ما يقعد ويقشر، هو كده سريع فورا. هنا في الذرة الإسباني، ذرة إسباني بفليفرز، في كاتشب وجبنة وباربيكيو وملح. أسعار الكيلو ب 200. دي قريبة من الرايس كيك، مقرمشات قريبة من الرايس كيك، حلوة وصحية. البن مثلا البن بالشوكولا هذا الكيلو ب 300. البسكوت بالشوكولاتة الكيلو ب 200. السوداني بالشوكولاتة ب 235 كيلو. ميكس يعني صحي مع زبيب وتين وجوز الهند ومكسرات. ده الكيلو ب 250. ده تبع اللي بيعمل دايت والجيم لإلهم يعني. الكاجو واللوز العادي بكام؟ الكاجو ب 475 مثلا، اللوز الني ب 410، اللوز مقشر ب 445، وعين الجمل قلنا ب 440 اول شيء. وهندخل بقى على انواع اللب الكتير قوي زي ما تحب. في اللب السوري العادي واللي بالنكهات زي الكاتشب والجبنه والشطه والباربيكيو ب 115، والسوداني الاسواني والسوداني اللي بيتاكل على طول من غير ما يتقشر والكيلو ب 125 جنيه، واللب السوبر ب 200 جنيه، واللب قرع العسل المفيد جدا ب 275، واللب العادي الابيض ب 270، واللي من غير ملح ب 290، ولب الخشب الكيلو ب 180، ولب البطيخ المفيد جدا برضو البلدي، وفي الايراني اللي مش هتلاقيه في اي حته غير ابو الخير ب 200 جنيه، والمقرمشات اللي الكل بيحبها الكيلو ب 95 رح احكي لكم جنيه. اليوم على العسل تبع ابو الخير. طبعا في عسل ابيض زي البرسيم او الموالح، في طبعا كبير 135 ده 900 جرام، في الصغير 450 جرام عامل 68 الموالح او البرسيم. طبعا في العسل الجبلي المصري، ده عسل جبلي مصري ده 600 جرام ب 205، طبعا كله عسل طبيعي 100%. في عسل البرسيم السكويزي ده 420 جرام 80. ايه الحاجات اللي هتفضلها وتقولي عليها واو، هناخد واحدة زعتر، دي المعروفة يعني المتعارف عليها أكتر حاجة مطلوبة. وهناخد شيش طاووق تبقى فراخ متبلة مع موزاريلا. ممكن ناخد واحدة جبنة شامية بتبقى جبنة بلدية وعكاوي وبقدونس، تمام. وهنحلي بواحدة نوتيلا. الله. وبعد ما خدنا جولة على الجبن والزيتون والمربى وكل الحاجات اللي هم عاملينها اللي ما فيهاش أي مواد حافظة بجد، فاضل بقى هنتفرج على القنبلة اللي بجد، الآيس كريم. انتوا يا جماعة هتشوفوا بولة عمركم ما شفتوها قبل كده، البولة بجد باكلها أنا وولادي الاتنين وفي واحدة. يلا بينا هفرجكم على بولة الآيس كريم، لازم تشوفوا بنفسكم، ضمير ما فيش بعد كده. يلا. عايزة بقى الحاجات المفضلة اللي الناس بتطلبها كتير. دي مستكة مع فستق. فعندنا حاجة تانية اسمها بوظة عربي، مستكة فستق معاها قشطة، دي معمولة في الإيد، أما دي مكنة. أنا عايزة بولة بالبسكوتة. فكرة معايا. حاجة ما حصلتش. دي المانجا بولة 20، والفستق دي 25، إنه فيها مكسرات، كل حاجة فيها مكسرات بتبقى ب 25. تمام. ودي مستكة فستق برضو 25. دي تشيز كيك توت، يبقى زبادي زي الزبادي توت مع كيك، دي ب 20. ودي تشيز كيك بس فراولة، دي برضو ب 20. في هنا زبادي توت، دي زبادي توت برضو ب 20. دي فانيليا لوز، فانيليا مع قطع لوز، دي 25. وده لبن مع بندق، برضو في قطع بندق. دي بقى عين جمل وزبيب. دي انواع الشوكليت، دي جالاكسي اللي هي شوكليت ساده، ودي دارك، دي كل شوكليت 20. دي السنيكرز، دي زي الجالاكسي بس معاها سوداني. دي التودو اللي هي البراونيز. كيت كات جالاكسي معاها قطع بسكوت كيت كات. ودي النوتيلا، دي البلوبري، النوع من انواع التوت، توت ازرق. دي بابل جم لبان.
وبالنسبة بقى لو جعت في السكة فهناك هتلاقي بيتزات تجنن وسعرها بيبدأ من 60 جنيه وممكن يعملوها لك كمان نصين مختلفين علشان يرضي الطرفين وتكونوا أكلتوا بيتزاية واحدة بدل 2 وتبقوا وفرتوا وطلعتوا من هناك مبسوطين.